مساء الجمال على حبايبنا. ثلاث مواضيع كده على السريع هندردشوا فيهم مع بعضينا. الموضوع الاولاني، عم محمد صلاح. عم محمد صلاح، شنطتك وعلى اتحاد جدة. خدها مني، خدها من اخوك الصغير، خدها من اخوك الكبير. شنطتك وعلى اتحاد جدة، انت اولى بالملمين يا عم صلاح. فرقتك امبارح كسبت 2-1 بضرب النار بالعافيه، ما فيهاش كده ولا كرة ذهبيه ولا فيها حذاء ذهبي. انت اولى بالملمين، وانت برضك هتبقى هناك فاهمنا عمره في حج، والدنيا هتمشي وهتبقى ان شاء الله زي الفل. وعندنا المنتخب الوطني اهوت فاهمني، لو بنلعب سير ريان ساعه وهتبقى عندنا. عم صلاح انت اولى كده، حلوه قوي قوي كده، انت كده فله. هناك في بنزيما وفي الناس حبايبك برضو، خد العب معاهم والدنيا ماشيه هناك في السعوديه زي الفل. خدها من اخوك الصغير اخوك الكبير، انت اولى بالقرشين. حلوه كده يا عم صلاح، وانت كده عملت اللي عليك والزياده. الموضوع التاني برضو يا جماعه اللي عايز اتكلم فيه، اللي انا بقى مستغرب منه وتعبان منه قوي بامانه كراجل اهلاوي، موضوع المهاجم بتاع النادي الاهلي. موضوع المهاجم بتاع النادي الاهلي ده يا جماعه موضوع والله العظيم موضوع عامل زي الفيلم الهندي. عم امير، عم امير ابوس ايدك يا عم امير، انت دوختنا مع مهاجمين افريقيا كلهم. جبت لنا مهاجمين من كل حته، من البرازيل ومن هنا ومن هنا ومن هنا، كلهم كسر. يا عم امير ابوس ايدك، كيسه ب1.5 جنيه سودا و5 مليون دولار حطهم فيها وهناك، وتعالى تعالى خلصنا يا عم امير. الموضوع كده خلاص جاب اخره. هات لنا الواد من تركيا موليكا وتعالى. احنا تعبنا، احنا جماهير الاهلي تعبنا يا كابتن بيبو، والله تعبنا. احنا داخلين على سوبر ليج وداخلين على كام بطوله، مش عايزين نتشل. يا كابتن بيبو ابوس ايدك، جيب لنا المهاجم خلصنا. الدنيا حلوه معانا، ومعانا رعاه، ومعانا وبعنا ناس، ومعانا دولارات، والدنيا ماشيه. هنفك الكيس شويه، لازم نجيب مهاجم كويس. ما انت عندك اهو هناك في السعوديه الدنيا حلوه. احنا كده مش هينفع. احنا بقالنا 3 سنين يعني، احنا لو بندوروا على ابره في كوم قش كان زماننا جبناها. يعني انزل مثلا انا عندي في الاباري في دوره الحواسين، اروح اجيب مهاجم واجي في ايه يا جماعه؟ يا جماعه الموضوع والله العظيم تعبنا منه، جماهير الاهلي كلها تعبت منه. المفروض المهاجم كان جه وراح مع الناس في الاستعداد في النمسا، لكن كده بالمنظر ده ايه القصه بالظبط؟ الموضوع التالت اللي عايزين نتكلم فيه ان شاء الله كده باذن الله مع دخول الدوري باذن الله، الدوري بتاعنا ايجيبشن ليج الجميل. الله يبارك لكم. بالنسبه للمحللين والاستديو التحليلي بتاع الماتش، مش عايزين 3 ساعات قبل الماتش و3 ساعات بعد الماتش وفقره تحكيميه و12 واحد يجي في ماتش في الكاس بين بني عبيد والزمالك، و12 واحد 3 في 3 يخشوا لنا، وفقره تحليليه وارقام وبتاع. يا جماعه الكلام ده خلاص عايزين نفضوه. الله يبارك لكم. الناس ما بتروحش الشغل الصبح، الناس ما بتروحش الشغل الصبح بسببكم. نص ساعه قبل الماتش ونص ساعه بعد الماتش وننجز نفسنا، ومش عايزين كلام ياما عشان الدوري بتاعنا يبقى حلو. عشان بعد كده بيخش الساعه 11 بالليل كابتن ميدو على كابتن شوبير على كابتن مدحت على كابتن فايق على كابتن اسلام على كابتن شبانه على كابتن هيثم على كابتن كريم، يخشوا يترشوا الكلمتين بتاعتهم في نص ساعه، في ساعه الزمن الناس تنام الساعه 12 تعرف تروح شغلها. لكن المنظر بتاع 24 ساعه كوره في كوره، محللين الدنيا كده مش تمام، عشان الناس بره ما تضحكش علينا. احنا بنحللهم طوشه فاهمني، ما فيهاش هجمتين. فحرام الفلوس اللي بتدفع دي. الحاجة الأخيرة، بكلم جماهير الزمالك بقول لهم إن كهربا لعب وخد 50 بطولة، ومرتضى اتشال واتحط وجات لجنة واتحبس والدنيا. وأقول لك يا كابتن غندور، الغرامة ما اتدفعتش. فمعلش بقى يا جماهير الزمالك، إن شاء الله الموسم ده تاخدوا المركز الرابع وتلعبوا كونفدرالية وتبقى الدنيا حلوة. السلام عليكم.